بس اسمحوا لي ابدا الاول مع كابتن شريف صقر ويعرفنا فريق الابطال بدا ازاي وهو عباره عن كام واحد؟ هو بدا 2018. اه اللي ساعدني ده بمناسبه اللي احنا بنتكلم عن الستات ودور الستات وحاجات جميله كده. دايما الستات هم بالنسبه لي امي الله يرحمها. الحد بشوفه عنده اصرار وما شاء الله بيعمل حاجات بالنسبه لست انا بالنسبه لي كانت كبيره جدا، مش هخش في تفاصيلها، بس يعني منها هي دي اللي خلتني لا، الست لما تحط حاجه في دماغها بتحققها. وساعدتني كمان في ما شاء الله في تفاصيل الفريق دي. لما بدأناها 2018 عملنا حاجه اسمها مهرجان اكتشاف المواهب بالسيارات. الفكره منه انا كنت بخش سباقات وبقابل تحديات كتيره قوي، مثلا 3 شهور قصدي 3 سنين ولا حاجه عقبال ما اعرف اماكن السباقات فين، و3 سنين تاني عقبال ما ابتدي افهم السباقات، و3 سنين تاني عشان ابتدي احقق مراكز. فالموضوع بياخد معايا سنين. وكان دايما العائق عربيه ومعدله ومش هينفع، والعربيات اوتوماتيك لا. ففكرت في فكره اكتشاف المواهب اللي تنفع للناس اللي معاهم عربيات عاديه، تنفع للطاقه اللي ما شاء الله عند البنات والشباب طبعا، بس انا هتكلم على البنات اكتر النهارده. لما بيحطوا حاجه في دماغهم ما شاء الله بيحققوها. بس فعملنا مهرجان اكتشاف المواهب ده 2018 واتخرج منه ولاء الدفعه الاولى وحققت مركز اول بنات. وهتحكي قصه كمان عشان تحقق المركز ده، يعني في تفاصيل حلوه قوي بجد منها. ومركز سادس ترتيب عام على الشباب، اللي بنت تحقق رانك في الشباب او على مستوى السباق كله يبقى مثلا 25 متسابق وعربيات معدله، وهي بعربيه اوتوماتيك نيسان تي ده مش معتاد اللي تخش سباقات، وما شاء الله تحقق مركز عليهم. فدي كانت حاجه كويسه جدا. فهي جت من كده، يعني اللي انا عايز اساعد الناس تخش سباقات وتعرف طريق السباقات من غير ما يقعد سنين. لا احنا بنعمل الكلام ده ممكن في شهور، وما شاء الله في نماذج عندنا كتير. وفريق بنات بس، وكام واحده؟ الفريق بنات وشباب. بس انا اوريدي البنات عندنا حوالي 5، وعندنا كمان اشبال من سن 8 او 9 سنين. عندنا بنت متسابق نيكول ما شاء الله بتخش سباقات وبتسوق عربيه بجد. وعندنا ما شاء الله برضو حد لسه اول مره اول مره يعني يخش معانا التدريبات. وعندنا ولاء ما شاء الله بقى لها فائض بقى لها سنين. احنا طبعا بنحييك. انا مبدئيا عايزه احييك على يعني دعمك للمراه. يعني كان ممكن يبقى تفكيرك اصلا ذكوري، تبقى مش عايز او مش مقتنع ان البنات تدخل في الفريق، لكن انت كسرت القاعده دي